بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يوم من أيام الله أزال الله فيه عروش الظالمين، ونكس فيه رايات الجبابرة المعتدين. صدق الله العظيم. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. ها هو وطننا الغالي ينفض غبار السنين، وها هم أبناؤه البررة يستعيدونه ممن أراد تشويه صورته، والكلمات عاجزة عن التعبير، والمفردات لا تسعف المتكلمين. أيها السوريون الكرام، يا أهلي وأحبابي في كل مكان، لقد عانيتم أشد المعاناة فصبرتم، وذقتم الأمرين تهجيرا وتقتيلا واعتقالا وحرمانا من أبسط حقوق الإنسان، فتحملتم حتى ظن الناس أنكم قد استسلمتم إلى مصيركم، ولكن عزة أنفسكم بقيت شامخة شموخ تاريخكم وحضارتكم. وها أنتم اليوم تهبون ليتعلم العالم منكم أن النفوس الأبية تصبر لكنها لا تنكسر، وتتحمل ولكنها لا تيأس ولا تستسلم. فلتكن المحبة شعارنا، والعفو سبيلنا، والعدل سلاحنا، ولنفتح صفحة جديدة في تاريخنا نعيد فيها إلى سوريا وجهها الحضاري العريق، بلدا معطاء في أهله، واحدا مستقلا في قراره، سيدا على أرضه ومقدراته. واليوم يوم المرحمة، يوم العفو والتسامح، يوم رص الصفوف وتوحيدها، يوم التعاون على البر والتقوى، فالتسامي على الجراح خلق الأبطال أمثالكم. أدعو شعبنا إلى الالتزام التام بتعليمات قيادة العمليات العسكرية، وعدم المساس بالمنشآت العامة، وهذا من باب التذكير، فأنتم أهل لكل مكرمة وخير. رحم الله شهداءنا، وبارك بكل السواعد التي حررت بلادنا، وأسأل الله أن تكون الأيام القادمة أيام عز ورفعة. أنتم من سيذكر التاريخ تضحياتكم وبطولاتكم بأحرف من نور، وأما الظالمون والمجرمون فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.